السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا امارات؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. النهارده هعمل وصفه معاكم حلوه جدا للدايت، لان بدات والحمد لله اعمل دايت، وبدات ان انا على الصيام المتقطع، فدي بالنسبه لي كانت وجبه عشاء. فقلت اما اعمل حاجه حلوه وفي نفس الوقت تكون صحيه، فيلا بينا نعملها مع بعض. اول حاجه جبت موزه مستويه شويه وهرستها بالشوكه زي ما انتم شفتوا كده، وبيضه وشعره فانيليا، وقلبتهم كلهم مع بعض بالشكل ده. عايزه اقول لكم هنعمل بان كيك بطريقه حلوه جدا وصحيه جدا، وينفع جدا جدا كعشاء او كوجبه عشاء في الدايت. بعد كده جبت نص كوبايه لبن وضفتها عليها. بعد كده كنت عامله بقى حوالي كوبايه دقيق شوفان. انا كان عندي شوفان عادي ففرمته في الكبه بقى دقيق شوفان، وقلبتهم كلهم ببعضهم بالشكل ده لحد ما اداني القوام الجميل ده. بعد كده طاسه على النار مسحتها بزبده بسيط جدا، وبعد كده هنزل بكميه بسيطه من البان كيك وهفردها في الطاسه، وهسيبها تاخد وش من ناحيه، وبعد كده هقلبها على الناحيه التانية زي ما انتم شايفين كده بالظبط. وجبه صحيه جدا مشبعه جدا، وفي نفس الوقت هتحسي انك كلتي حلا معسل من الموزه، وسعراتها الحراريه قليله جدا وبجد حلو قوي. بصوا بقى، انا هقول لكم حاجه كمان تحطيها عليها عشان يعني تبقى هشه اكتر معاكم. حطي شعره بيكنج باودر هتخليها هشه اكتر من كده. بس عايزه اقول لكم انها طعمها حلو قوي بجد كسناك او كوجبه عشاء عامه. تاخدي مثلا لو خدتي نص ده او واحده من دي فحلوه جدا، وهتشبعك جدا لفتره طويله. وبحبكم جدا جدا، واستنوني فيديوهات كتير احسن وافضل. مع السلامه.